بيكو، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب رمضان كده كريم علينا كلنا. شهر كله خير وكله فتح وكله مشاعر وقرب كده يا رب من ربنا. يا ربنا يا رب يتقبل منا ويخلينا كده رمضان كله يكون من أحلى الرمضانات اللي احنا نقضيها في قرب وعبادة لربنا. طيب السلسلة السنة دي عاملين سلسلة جديدة في رمضان اسمها تصحيح مسار. يعني ايه؟ الهدف من السلسلة دي هي ان احنا نبتدي نراجع نفسنا ونشوف ايه حاجات احنا بنعملها غلط احنا مش منتبهين ليها، بس هي مخليانا بره المسار، بتخلينا مش عارفين نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها، بتخلينا عطلانين، بتخلينا حاسين ان احنا ضحية وليه بيحصل لنا كده، وليه الكون ضدي، وليه الحياة واقفة قصادي. بتخلينا مش بس كده، بتخلينا للأسف عندنا زعل من ربنا. كتير لما بتكلم مع ناس وبيبتدوا يفتحوا كده قلبهم تلاقي جواهم زعل من ربنا. هو ليه ربنا بيعمل معايا كده؟ ده انا دعيت ربنا كتير قوي نرمين يعني انا اللي كنت زوجة صالحة وعملت، وانا اللي اتوجع واتقهر وانام بقهرتي، وهو اللي ظالم ومفتري يبقى عايش حياته بالطول وبالعرض وربنا ما ينتقمنيش منه. هو ربنا بيعمل معايا كده ليه؟ هو انا ليه عملت وكده في الاخر انا اللي حظي قليل؟ ناس كتير جواها من جوه، سواء هي بتقول او ما بتقولش، جواها زعل من ربنا، جواها مشاعر زعلانه من ربنا. تعالوا كده اول حاجه نتفق عليها ان احنا نمشي الرحله دي مع بعض، وكلنا نحط نيه. اول نيه هنحطها في رمضان ده واول نيه هنحطها من السلسله دي: يا رب انا عايزه اخرج من رمضان ده متصالحه معاك. يا رب انا عايزه اخرج مش عايزه يكون في قلبي حته زعل ولو صغننه كده. يا رب انا لو بنضف قلبي من البشر كلهم، عايزه انضف قلبي يبقى مليان رضا وحب ويقين منك يا رب. تعالوا نحط النيه دي وامشوا معايا الرحله دي. هنمشي بمواضيع مختلفه في نقط مختلفه، كل حلقه هتنور عندك حته، هتنور عندك حته، هنشوف ان احنا ممكن نصلح بيها المسار. وهاجي في اخر رمضان واسالكم اقول لكم: ها، لسه زعلانين من ربنا؟ لسه شايفين ان الحياه ضدي والكون ضدي؟ ولا يمكن انا اللي كنت ماشيه شويه غلط؟ يمكن انا اللي كان عندي شويه مفاهيم او شويه حاجات بتصرف فيها غلط، لما انا ظبطتها وادركتها فهمت انه لا، ربنا معايا على فكره والكون مش ضدي ولا حاجه. هنشوف. تعالوا نمشي الرحله دي مع بعض ونحط النية دي احنا هنتابعها. اول نية علشان يا رب عايزه اتصالح معاك، ولو انا اوريدي متصالحه ومش زعلانه عايزه ارسخ كده واحط يقين جوايا علشان ولا يوم ابدا اتهز. الحاجه التانية عايزين نحط نية ان يا رب انت قلت وقولك حق حتى يغيروا ما بانفسهم. الحياه مش هتتغير ولا ظروفك ولا اللي بيطلع لك على السكرين هيتغير غير لو احنا اتغيرنا. يبقى تعالوا نمشي مع بعض الرحله ونشوف ايه اللي احنا فعلا محتاجين نغيره علشان حياتنا تكون احلى، جودة حياتنا تكون احلى، نقدر نوصل اللي احنا عايزينه ونشوف. طيب يلا نبتدي. تعالوا نشوف النهاردة اول موضوع هنتكلم فيه النهاردة، حتة السعي الخارجي. يعني ايه؟ يعني تعالوا كده الاول نسخن كده ونشغل كده عقلنا. تعالوا نتخيل ان انت واحد بتشتغل او انتي واحدة بتشتغلي جامد قوي وبتتقي ربنا في شغلك، وجنبك زميلك ما بيشتغلش. هو بيجي المكتب كل يوم ما بيشتغلش، بيأخر شغله، ما بيعملش حاجه في شغله غير انه قاعد على سجاده الصلاه بيدعي: يا رب اترقى، يا رب يعملوا لي زياده في مرتبي، يا رب ابقى مدير الشركه دي كلها، يا رب. كل يوم، شهر واتنين وسنه، هو ما بيفتحش اي فايل في شغله بس بيدعي ربنا. ولقيت ان ربنا استجاب له وقالوا مبروك، يلا حضرتك هتبقى مدير الشركه وحضرتك خدت اعلى مرتب واعلى بروفيت شير. هتحس ساعتها بايه؟ هتحس بالعدل ولا هتحس بالظلم؟ هتحس ان الحياه عادله ولا هتحس ان الحياه غير عادله؟ هتحس ان الكون ده ليه قوانين ولا هتحس انها ماشيه بقى كده يعني ايه، زي بقى ما تيجي؟ هتحس بايه؟ هتحسي بايه ساعتها؟ لو انت طالب وبتذاكر وبتاخد درس وبتذاكر وبحضر وبعمل ملخصات، وواحد ما فتحش كتاب بس قاعد بيدعي ربنا: يا رب انجح، يا رب اطلع الاول، ما فتحش كتاب فعليا، ولقيته هو اللي نجح وانت اللي طلعت في الاخر، هتتبسط؟
هتحسي ان الحياه عادله، هتحسي ان ده بيميك سنس. طب ما خلاص كلنا بقى لو لقينا ده، خلاص كلنا بقى يلا ما حدش فينا هيشتغل، ومن النهارده والله ما انا مشتغله، وانا والله ما انا عامل حاجه. كلنا هنقعد في بيوتنا نقرر ان احنا ندعي ربنا، يا رب بقى ابعت لنا الاكل، يا رب ابعت لنا الشرب، يا رب ابعت لنا كل حاجه، يا رب بقى اولادي يتعلموا، نزل عليهم المعلومات كده لوحدهم، يا رب اديني الخبره. محدش فينا هيعمل حاجه. هل ساعتها هيكون اصلا الحياه معنى؟ مش هيكون في حياه اصلا. يعني احنا عايزين نبني الحياه على المعجزات، خلاص مفيش مصانع، مفيش فلاح بيزرع، مفيش حد بيشتغل. احنا منتظرين معجزات من ربنا، يا رب بقى البيبي ينزل لوحده، ويا رب البيبي بقى ينضف لوحده، ويا رب البيبي بقى يكبر لوحده، كل حاجه بقى لوحدها بقى سحر. هل ده معنى؟ هل الحياه هيكون ليها معنى؟ لا. اذا اول حاجه عايزه اقولها لكم النهارده، اللي بيطلب من ربنا دعوه وهي لسه ما اتحققتش، قبل ما اروح ازعل من ربنا واقول له ليه يا رب ما اديتهاليش، اسالي نفسك واسال نفسك، هل انا بعمل السعي الخارجي اللي هو بالافعال اللي يكون مستحق للدعوه دي ولا لا؟ يعني هل انا عماله بدعي ربنا يا رب الصحه، يا رب الصحه، يا رب ما تحوجني الدكاتره ابدا، يا رب انا لو ليا دعوه واحده بس هي عايزاها الصحه، برافو عليكي. بس انتي بتنامي الساعه 3 4 وبتصحى الساعه معرفش كام، 12 ولا واحده، بتشرب سجاير، بتاكلي جانك فود، بتاكلي كم اكل مش عارفه تسيطري على اكلك، قاعده طول النهار على الكنبه من مسلسل ل2 ل10، جسمك ما بيتحركش، كل عاداتك غلط. فلما يجيلك مرض، يجيلك مشكله في ظهرك، يجيلك مشكله في ركبك، يجيلك مشكله في معدتك، ليه يا رب؟ يا رب ده انا ما بدعيش غير دعوه الصحه، فتزعلي من ربنا. بس هل انت حاولتي وانت بتدعي ربنا تعملي السعي اللي عليكي؟ عمرنا ما هنلاقي فيه دعوات هتكون كبيره وعظيمه قوي بمعيارنا، مش هنلاقي السعي اللي ايكوال ليها. احنا بنقول السعي اللي هو افضل شيء اقدر عليه. هل انت قررتي من النهارده هنظم نومي؟ انا من النهارده بطلب من ربنا الصحه وما يحوجنيش لحد، بس انا هعمل رياضه، بس انا هشرب ميه كتير، بس انا هبطل بقى الخبط في نومي، بس انا هظبط بقى اكلي بقى واكون بقى اكل صحي واحسن كده لجسمي واختار كده كله من طيبات ما رزقناكم، بدل ما انا عماله اروح اكل اكل عك، بنقي بقى الطيب كده من الاكل. ولا انا ماشيه بقى عايزه اعيش حياتي بالطول وبالعرض، بس يا رب اديني الصحه وما تحوجنيش لدكاتره. والله لو ربنا اداهالك، احنا مالناش دعوه بافعال ربنا، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. احنا مش بنقول ربنا هيدي او ما حدش فينا يجرؤ يقول عن ربنا هيعمل ايه. بس انا بقول قبل ما اروح ازعل، اسال نفسي هل انا فعلا اخدت بالاسباب؟ هل انا فعلا عملت السعي؟ في واحده تجيلي نرمين انا متضايقه قوي في شغلي، انا عايزه اكون ناجحه، عايزه اكون مشهوره، انا بحبك وانتي لايف كوتش، عايزه اكون زيك، طب يلا بينا، يلا نحط بلان، يلا. فنيجي نقول انا يلا نعمل سوشيال ميديا، يلا نعمل فيسبوك، لا لا انا بتكسف وبخاف وما اقدرش اتكلم قدام حد. طب يلا نستراتش ونطلع بره الكومفورت زون ونتعلم، لا 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 نرمين مش هعمل كده. طب بلاش، تعالي نفكر في استراتيجيز ثانيه، ايه رايك؟ لا 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 مش طب يبقى انا منين بدعي ربنا يا رب انا عايزه انجح وابقى مشهوره، بس انا مش عايزه اتغير، مش عايزه اخد بالاسباب واعمل السعي اللي المطلوب مني اعمله، اني اتعلم اخرج من منطقه الراحه، اني اتغلب على كسوفي، اني اتعلم اواجه واقبل ان في ناس هتبقى معايا وناس ضدي، ناس هتحبني وناس هترفضني، ناس هتحب مدرستي وناس هترفض مدرستي. لازم اتقبل ده ويبقى عندي الشجاعه دي، لان هي شجاعه، انت بتقابلي ناس على السوشيال ميديا، ناس معاكي وناس بتهاجمك. فاذا يبقى انا عشان اكون فعلا مستحقه لده، سالت نفسي هل قدام ربنا على الاقل بدات احاول، ولا انا قافله الباب من بابه؟ لا خالص مش هحاول، انسي يا نبيل مش هعمل كده. يبقى ما تزعليش من ربنا، يبقى قولي انا اللي مش عايزه، انا اللي بطلب حاجه بس انا مش قدها، بس انا مش عايزه اعمل لها المجهود بتاعها. يبقى تعالوا اول حاجه كده نتفق عليها في هذه السلسله الجميله اللي انا محضرها لكم، ان احنا واحنا بنحضر لستة دعوات رمضان بتاعتنا كده نكتبها في ورقه ونكتب جنب كل دعوه يا ترى ايه السعي الخارجي، ايه الاخذ بالاسباب اللي انا اقدر اعمله ده يا رب، اقصى حاجه في استطاعتي اقدر اعملها. واطلبوا من ربنا يا جماعه حاجات كبيره، اوعوا تخافوا ان انا عشان بقول لكم اسعوا او سعي ان انا كده هنزل بالدعوه، ابدا بالعكس. انا كنرمين عندي قناعه وعندي يعني ظن كده وعلاقه مع ربنا
اطلبي من ربنا واطلب من ربنا بلا حدود. عارفين كده في تشبيه بحب اقوله، تخيلوا حد كده عمال يزن، عايز اقابل السي او بتاع شركه فودافون، لا لازم اقابله. طب هتقابله ليه يا عم؟ لا انا ماليش دعوه، لازم اقابله، الموضوع مهم جدا. بعد حوارات كتير قابل ودخل بقى على السي او، فبيقول له ها خير، انا سمعت ان انت عايزني وخاوتنا، عايز ايه بقى؟ يقول له اشحن لي كارت ب 20 جنيه. رد فعل السي او هيكون عامل ازاي؟ يعني هيبص له اصلا بصه ازاي؟ اكيد متخيلين البصه صح؟ انا بشبهها ولله المثل الاعلى، وانت داخل على ربنا انت ما بتطلبش اللي يليق بيك، تطلب اللي يليق بيه. خلي عندك طموح واطلبه وتمنوا كده واشتهوا، هو عنده خزائن الدنيا. فمش معنى اني بقول لك اطلبي كتير انك هتطلبي من نفسك تعملي على قد الدعوه، مفيش حاجه قد الدعوه، بس اعمل اقصى حاجه انا اقدر عليها، اقصى سعي اقدر عليه. فاكتبوا دعواتكم واطلعوا كده بسقف طموحاتكم كده مع ربكم الكريم الغني الواسع، اطلبوا كل اللي نفسكم فيه، واوعوا تخافوا، واوعوا الشيطان يقول لكم اصل بخاف ادعي، دعيت قبل كده ما حصلش وبخاف اعشم نفسي. ادعوا، والرحله دي احنا اتفقنا هتصلح لنا مسارات كتير غلط عندنا. وجنب كل واحده هكتب. طيب ناخد مثال، نفترض واحده بتدعي يا رب افتح لي يا رب فتح مبين، يا رب ارزقني، افتح ابواب الرزق في وشي مثلا. ايه السعي اللي انا اقدر اعمله؟ قد يكون السعي اني اجتهد في شغلي اكتر، قد يكون السعي انا عامله والله نرمين اقصى ما عليا، قد يكون انا عندي موظفين، طب انا هعمل لهم زياده في المرتب بتاعهم بنيه زي ما انا بوسع يا رب وسع عليا، الا لا كريم اكرم من الله يا رب، انت اكرم الاكرمين. فانا عملت، انا حطيت في الكون بتاعك من الحاجه اللي انا عايزاها. انا عايزه فتح، هفتح على الناس ووسع عليهم. انا عايزه يسر، هيسر على الناس. انا عايزه بسرعه اسهل على الناس. في ناس بتروح شغلها مودها وحش، تعطل مصالح وتاخر شغل وتبقى يعني وقف كده حال زي ما بيقولوا، بس اروح ادعي يا رب يسر لي. طب ما تحط انت كمان في الكون ده من اليسر عشان يجيلك يسر. ما تبقاش انت بتحط عطله، تبقاش انت عماله بتفصلي وبتتكي على الناس وبعصرك كده، وتخلي الراجل مش كسبان منك حاجه بس هو غلبان عايز يبيع، وتخلي واحده لا مش هزودها، اصل زودتهم بيتمرعوا وبيمشوا في الاخر فانا مش هزودها، بس انت رايحه بتقولي يا رب الزياده. مش يمكن ده السعي الخارجي اللي انت محتاجه تغيريه؟ ان زي ما انا بطلب وشايفه ان من حقي ودي حاجه هتبسطني ان ربنا يوسعها عليا، طب ما توسعيها على الناس، طب ما تسهليها على الناس. يبقى هنكتب جنبها هنعمل ايه؟ هكتب جنبها او احاسب نفسي، يا ترى انا بحط في الكون بتاع ربنا، بحط في الحياه حاجه عكس اللي انا بطلبها؟ زي ما احنا قلنا انا مضيقه على الناس بس بطلب من ربنا ان هو يوسع لي، انا مثلا معطله مصالح بس بطلب من ربنا يخلص لي مصلحتي، انا مثلا بحط حاجه وبطلب عكسها. يبقى اروح اتوب واراجع نفسي في الحاجه اللي انا بحطها غلط، واحط من الحاجه اللي انا بطلبها. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مش ممكن تحسني في الكون ده، مش ممكن تحطي حاجه حلوه، مش ممكن تحطي اخلاق، مش ممكن تحطي كرم، مش ممكن تحطي بوسع على الناس، بفرح حد ان شاء الله ببونبونايه بشوكولاتايه، مش لازم توسعي كل واحد على قد امكانياته. مش ده اقصى سعي؟ مش اقصى حاجه في الظروف الاقتصاديه دي انك تطلعي تمرايه، انك تطلعي شوكولاتايه، انك تطلعي شويه الرز اللي فاضلين عندك وحته مش ده اقصى حاجه؟ بس انت حاطه ان انا يا رب براضي الناس، بفرح الناس بالاكله دي، اللي بتحطيه هتاخدي منه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فده النهارده ارجوكوا تاني راجعوا دعواتكم، شوفوا ايه اكتر حاجات احنا ممكن محتاجين نراجع نفسنا ونصلح المسار فيها في الافعال في الاخذ بالاسباب بتاعنا. ودي كانت حلقة النهاردة. الحلقة الجاية هنكمل، ولكن هندخل في السعي الداخلي. ايه السعي الداخلي ده بقى؟ هنشوفه الحلقة اللي جاية ان شاء الله. بدأنا بالسهل كده اللي هو السعي الخارجي اللي كلنا عندنا تقريبا فكرة عنه، فكرة الأخذ بالأسباب. هندخل بقى المرة الجاية في معنى أعمق وهو السعي الداخلي. بشكركم جدا، تابعوني في الرحلة دي. وتاني هفكركم وهفكر نفسي، نيتنا يا رب رمضان ده كلنا نتصالح مع ربنا، كلنا يبقى قلبنا أبيض مفيهوش نقطة سودة واحدة
زعلانه من ربنا، شاكه في ربنا، حاسه ان ربنا سابها، حاسه ان ربنا خذلها، حاسه ان ربنا استغفر الله العظيم يا رب غير عادل، ازاي سايبهم وانا عملت لي. عايزين ننظف كل ده ونطلع رمضان ده فاحلى علاقه وحب ويقين من ربنا. وبعتوا كده لاصحابكم وحبايبكم يمشوا معانا الرحله، وكلنا نحط النيه دي. ربنا يعيننا يا رب جميعا جميعا جميعا، ويا رب تستمتعوا بالرحله وتستمتعوا بعبادتكم في رمضان. اشكركم، هشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.